السلام عليكم، ازو في اللون. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو نتاعنا اليوم كعك الغرب ولا كعك وهران. اليوم شباب بزاف بزاف. شوفوا الذوق، واش نقول لكم، روعه بهذوك الزرارع والبنه شابه بزاف بزاف. تبعوا معنا الفيديو من الاول حتى التالي باش تخرج لكم النتيجه كما اللي خرجت لي انايا. الكعك نتاعنا الوصفه هي بدات هنايا. تبعوا معنا من الاول. عندي كيلو تاع الفارينه مغربل. الفارينه اي فارينه اني خدمت بها هنايا. هذا الكعك يتحمل كامل الانواع تاع الفارينه. عندي الفارينه راني غربلتها، وندير واحد 2 كيسان نتاع السكر كريستاليزي، وعندي رشه نتاع الملح، واحد شويه تاع الملح، وعندي لافاني، وعندي نص كاس تاع جنجلان. هذا جنجلان هذا اختياري درته. وعندي 3 مغارف كبار معمرين نتاع الزرارع اللي غير هرمشتهم، حمصتهم شويه في المقله وهرمشتهم، اللي هي حبه حلاوه، وعندي زريعه البسباس، وعندي شويه تاع زريعه الشنان اللي يجي عند اللي نديروه في الكعك، وعندي واحد الكميه تاع التشينه رابيتها، وعندي هنايا 2 كيسان نتاع الزيت ما يكونوش معمرين ناقصين اصبع، و3 حبات نتاع البيض، وعندي كاس نتاع عصير البرتقال كما راكم تشوفوا. عصير البرتقال عصرت واحد 3 حبات ولا المهم كاس، ومغرف كبيره تاع الماكله نتاع خميره الخبز، وعندي ساشي تاع الخميره نتاع الحلويات اللي هي تاع 10 غرام. عندي نخلط النواشف هذه كامل مع بعض باش تدخل لنا في الخليط نتاعنا. ومن بعد نجيب كاس تاع الماء اللي هو مخلط مع الماء زهر، كاس ما بين الماء زهر والماء، نخلط به العجينه تاعي. شوفوا القوام تاعها كيفاش داير. هنا راني عجنتها واحد 7 دقائق، نعجن فيها عجنتها يعني كيما نعجنوا، عجنتها مليح. وهنايا الحبه تاع الكعك حنا اللي نتحكموا فيها. هو صح الكعك هذا تجي حبه كبيره، هي قد ما كبرتيها تجي حلوه وشابه كبيره هكذا، المنظر تاعها شباب. هنايا حربلت كامل هذيك الكميه اللي عندي وخليتها على جنب. هنايا نولي شوفوا كيفاش نحربل الحبه تاع الكعك، ونولي نبسطها شويه هكذا، نبسطها لخاطر من بعد رايحه تخمر، ونفوت عليها بالموس ولا بالخدمي في الوسط غير باش نعطيها هذيك الشقه هذيك. هو كي يجي شويه من الفوق هكذا رايح يتفلق هكذا يتشقق، يجي المنظر تاعه الحبه تاع الكعك شابه. ونوليو نسنوها هكذا. شوفوا نديروا لها بالموس ولا بالخدمي مع الطراف هذوك ولا بالمقص، ونلموا العجينه في الطرف مع الطرف نتاعها. وشوفوا الحبه تاع الكعك كيفاش تجي شابه. هنا الكعك تاعنا حتى نكملوه كامل ونديروه في الصني ونخليوه يخمر، يعني حتى يخمر لنا مليح. سا ديبون على الجو، الا كان بارد ولا كان سخون. ولا هنا جبت حبه تاع البيض كامله هنايا، ودرت فيها شويه تاع القهوه تاع سريعه الذوبان هذيك نسكافي، وخلطتها مليح. وراني نطلي باش يعطينا اللون. ولا درتو غير صفار تاع البيض تاني كديروا شويه خل ولا شويه حليب فيه وخلاص. هنايا هذا هو الكعك تاعنا. طيبته من التحت طيبته من الفوق. لازم الفرن يكون سخون سخون سخون. هذا واش يتطلب الطياب تاع الكعك هذا. وما تحلوش الفرن في الاول كي يكون يطلع حتى يطلع مليح، باش عاود شعلوا له النار الفوقانيه هذيك باش يحمر لنا. كاين اللي درت له شويه جنجلان، تحبي ديري له السكر من الفوق ولا اي مكسرات. انا خليته نص هكذا ونص هكذا، والذوق يجي روعه. كاين انواع بزاف تاع الكعك كما قلت لكم، كل مره نحط واحد. اليوم بنت التشينا، ومره واحده اخرى نديروه بلا بيض، نديروه غير بحاجه واحده اخرى. ولا فيديو تاعنا هذا هو. تبعوا الوصفه ان شاء الله. الى عجبتكم ما تنساوليش الجيم والبارطاج وكومنت.